انا اقول لك على شويه معلومات انت اكيد سمعت عنهم قبل كده، بس انت اللي مفيش فايده فيك. بس يلا مش مشكله، في الاعاده افاده. تكرار بيعلم الشطار. انا ما قلتش حاجه. تضخم اللثه ده مش معناه ان العلاج دايما بيكون عند دكتور الاسنان، ده ممكن يكون نتيجه تاثير نقص بعض الفيتامينات زي فيتامين سي مثلا، او انه يكون ده دليل او نتيجه ان في مرض خطير في الجسم زي سرطان الدم اللوكيميا. بالظبط الاشخاص اللي بتعاني من ان لون عينيها بقى لونه اصفر، ده بيبقى معناه ان عندهم مشكله في الكبد. لما تلاقي اللثه عندك متضخمه وتروح لدكتور الاسنان ودكتور الاسنان يحولك على دكتور تاني، ده مش معناه انه ما بيفهمش حاجه. المعلومه الثانيه، بيبقى عندي خراج تحت ضرس معين، انا ما ينفعش اسكت عليه، لانه الخراج من اكتر الحاجات اللي بتنتشر وممكن فجاه تلاقيه اصاب الفك كله. المعلومه الثالثه، احنا بنغسل سناننا كل يوم، وبنغسلها مش اقل من مرتين في اليوم، ومش اكتر من 3 أو 4 مرات في اليوم، لان اقل من مرتين في اليوم ده بيعرض الاسنان للتسوس، واكتر من كده بيأثر على الطبقه السطحيه للاسنان وبيضعفها. لو مش هتغسل سنانك طول اليوم لازم تغسلها قبل ما تخش تنام، لان البكتيريا بتتضاعف تقريبا كل ساعتين، فانت هتصحى من النوم عندك ريحه فم كريهه جدا، وكمان التسوس نسبته بتزيد اكتر. الجير المتراكم على اسنانك ما بيحميش اسنانك ولا حاجه، الجير ده من اكتر الحاجات اللي بتقلل عمر السنه وبتخليها تقع من مكانها. مفاجاه صح؟ الحلويات بتأثر على الأسنان وبتسوسها لأنها بتتاكل كتير على مدار اليوم، لكن لو أنا جمعت الحلويات دي وكلتها في وقت معين في اليوم أو على الأقل كم مرة في الأسبوع ممكن ما تسوسش الأسنان خالص. نص الناس بتغسل سنانها غلط. الفيديو الجاي هبقى أعرفكم ازاي بتغسلوا سنانكم صح. معجون الاسنان لازم يتغير كل فتره، لان اسنانك بتاخد على المعجون اللي انت بتديهولها تقريبا كل يوم وبتبتدي ما تتاثرش بيه، يعني ما عادش هيقلل من نسبه التسوس بعدين. لكن لو غيرت المعجون كل فتره ما تقلش عن 6 شهور ده هيخلي فرص عدم التسوس احسن. بمناسبه غسيل الاسنان بالمعجون يوميا، هو مش بيشيل التسوس، يعني لو انت عندك تسوس في سنه وقررت انك تغسلها كتير ده مش هيشيل التسوس من مكانه، التسوس مش هيتشال غير لما تروح لدكتور سنان. المضمضه مش زي المعجون، يعني ما ينفعش اخدها كل يوم زي ما بغسل سناني بالمعجون كل يوم، لان المضمضه على المدى البعيد بتاثر على سطح الاسنان الخارجي وبتكون عليه بقع بيضه بسبب تكون الفلورايد. المضمضه اقصاها تستخدم من 2 ل3 أسابيع بس حسب ارشادات الطبيب. وبس كده، اتمنى نلتزم بالتعليمات.